في قصة كده حصلت مع واحد اسمه أبونا عبد المسيح سأوفيلس النخيلي. كان في شاب بيعترف عنده، فالشاب ده كان بيقع في خطية باستمرار متكررة، وكان أبونا بيديله تدريبات ويديله نصايح عشان يعملها وقانون، وهو ما كانش بينفذ اللي أبونا بيقوله له. فجي في مرة يعترف، راح أبونا كلمه بشدة، قال له بص يا ابني، لو مش هتسمع اللي أنا بقوله لك ما تجيليش تاني. فراح الشاب كده خاف وبطل يجي لأبونا. عدى أسبوع واتنين وشهر واتنين وتلاتة، وابونا قلبه واكله على الواد ده، لغايه لما في مره هو قاعد في الكنيسه لقي الولد داخل وايده الشمال مربوطه بشاش كده كتير. فقال له ايه اللي حصل لك؟ قال له انا ما عرفتش ابطل الخطيه، وفي يوم من الايام وانا نايم حلمت ان انا ماشي في طريق طويل، وبصيت على يميني الايد جناين وعلى الشمال ضلمه مليانه نار. فرحت بكل قلبي كده، حبيت اخش يمين عشان ادخل المكان الجميل ده. فاول ما دخلت لقيت 2 ملايكة قالوا لي عندك انت ممنوع تخش. فقال لهم مش دي الفردوس اللي ربنا اعدها للي بيحبوه؟ قالوا له انت ناسي اللي بتعمله؟ فراح خاف ورجع ورا. فراحوا الملايكة قربوا منه قالوا له انت ناسي اللي بتعمله؟ فراح رجع ورا تاني. وهو بيرجع ورا تاني راح لمس في السور اللي بيفصل بين الفردوس والجحيم، ويقول من كتر النار السور كان مولع، كان سخن. فهو بيرجع وخايف من الملايكة، سند ايده على السور، راحت ايده اتلسعت واتحرق. فصرخ من الألم وصحي من الحلم، لقي ايده محروقة بجد، لقي ايده محروقة بجد.